في زمن إعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، تسعى الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها. نشاط دبلوماسي غير مسبوق تجلى في زيارات متعددة للسيد رئيس الجمهورية إلى الكثير من البلدان، والهدف الأول والأسمى هو رفع مستوى التبادلات التجارية وجلب الاستثمارات إلى الجزائر، كونها الأرض الخصبة والحل الأنسب. تسير الجزائر بخطى ثابتة معززة علاقاتها مع مختلف الدول المهمة، فبعد زيارة روسيا التي أحدثت زلزال على المستوى العالمي، تأتي بعد شهر زيارة قطر والصين مباشرة. تعتبر الصين الشريك الاقتصادي الأول للجزائر بحوالي 10 مليار دولار في السنة، الرقم الذي قلب الطاولة على فرنسا التي كانت الأولى لعقود من الزمن. 2 مليار دولار هو المبلغ الأول المخصص لاستغلال مشروع غار جبيلات، وكذلك 6 مليار دولار لمشروع بناء الحمدانية بشرشال الذي يعتبر الأول في البحر الأبيض المتوسط والخامس عالميا من حيث طاقة الاستيعاب. حيث أكد الجانب الصيني أن هذه الزيارة تأتي لتعميق الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات وتعزيز الصداقة، وأكد أن الجزائر هي أول دولة عربية تقيم معها الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وستكون ضمن أبرز ملفات هذه الزيارة من دون شك مناقشة ملف انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس العالمية. وبالتالي فهذه الزيارات تعتبر محطة أخرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية في ظل السياسة الرشيدة والطريق المختصر الذي تسلكه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.